السلام عليكم ومرحبا بكم كيف العادة في قناتكم مطبخ فرح المتنوع مع فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم طاغة كلاصي أو حلوى كلاصي بدون جيلاتين بدون أي تعقيدات. غادي تجي إن شاء الله أحسن من اللي كتباع في المحلات، وأهم شيء أنكم غتحضروها في البيوت ديالكم. الشكل ديالها كيجي راقي والمذاق أكثر من رائع. تقدروا تحضروها في بزاف ديال المناسبات. هاد الحلوى كتكون من 3 ديال الطبقات. الطبقة الأولى كيك إسفنجي ناجح واقتصادي، غادي نحضروه ببيضة واحدة. أما بالنسبة للطبقة الثانية أو الطبقة المقرمشة اللي غادي تجي إن شاء الله بالمذاق ديال سنيكرز، كذلك كتجي رائعة. الطبقة الثالثة هي طبقة الكريمة اللي كتجي بنينة بزاف. واخر حاجه غادي نحضرها معكم ان شاء الله هي الكلاصاج ميغواغ بدون جيلاتين، كيجي لامع واقتصادي. تبعوا معايا الفيديو من البدايه حتى النهايه. وإلا عجباتكم القناه ما تنساوش تشاركوا وتضغطوا على زر الجرس باش هكا يبقى يوصلكم كل جديد. وإلا عجبتكم وصفه اليوم ما تبخلوش عليا بلي لايك وكذلك التعاليق الزوينه والمحفزه ديالكم. بسم الله نبداو بالكيك. غادي نحتاجوا ليه بيضه، 2 معالق كبار سكر، 2 معالق كبار زيت نباتية. غادي نحتاجو كذلك ساشي ديال الفاني وساشي ديال الكاكاو، 4 المعالق كبار من الدقيق، معلقة صغيرة ديال خميرة الحلويات، وغادي نحتاجو 2 معالق كبار ديال الحليب، ومعلقة كبيرة ديال القهوة سريعة الذوبان. غادي نخلطوها ونحطوها على جنب وندوزو مباشرة لطريقة تحضير الكيك. غادي نحتاج واحد الاناء غادي نحطو فيه البيضه ديالنا اللي ضروري انها تكون بدرجه حراره المطبخ. غادي نضيفو كذلك دوك 2 معالق كبار ديال السكر سنيده والفاني، وواحد القبيصه ديال الملح اللي ضروري انكم ديروها. وغادي نبدا نخلط حتى يتضاعف ليا الحجم ديال الخليط. كنستمر في الخفق حتى كيف كتلاحظوا يعني اللون ديال البيض تبدل. وغادي نبدا نضيف في الزيت بالتدريج، وكذلك غادي نضيف داك الحليب اللي ذوبت فيه نيسكافي اولا القهوه سريعه الذوبان. صافي دابا غادي نستغنى على الباطور اولا الضرب الكهربائي، وغادي نبدا نضيف هذيك الساشي ديال الكاكاو اولا معلقه كبيره ديال الكاكاو، خميره الحلويات استعملت معلقه صغيره صافي. وكنبدا نخلط غير بشويه من الاعلى للاسفل، وكنضيف الدقيق بالتدريج. ما كنضيفش الدقيق كل مره واحده باش ما يطيحش ليا الخليط ديالي. وانا مستمره بهذا الشكل حتى نسالي كاع الكميه اللي عندي ديال الدقيق. استعملت هنايا فقط 4 المعالق كبار. بالنسبه للفرن راه كيكون شاعل من قبل. الناس اللي عندهم الفرن ديال الضو درجه الحراره 180 كيكون شاعل من الفوق ومن التحت، ما كتفوتوش ليها 10 دقائق ديال الطياب. اما الناس اللي عندهم الفرن ديال الغاز فراه كيكونوا عارفين يعني الكيك كيفاش كيطيب درجه حراره متوسطه. الاطار اللي استعملت هنايا فيه 22 سنتيم على 22 سنتيم. كنخوي الخليط ديالي وكنحاول نوزعو بشكل متساوي صافي، وكندخلو للفرن. كيف قلت لكم مده الطهي ما كتجاوزش 10 ديال الدقائق. وغادي نحضروا دابا طبقه سنيكرز اولا بديل الطبقه المقرمشه اللي غادي نحتاجوا ليها كاس ديال الحليب، كاس ديال السكر سنيده، نص كاس ديال الماء، معلقه كبيره ديال الزبده، معلقه كبيره ديال النشا اولا المايزينا، 4 المعالق كبار ديال اللوز مهرمش على هذا الشكل. وبالنسبه لطريقه التحضير فغادي نجيب واحد المقلاة كنسخنوها وكنحطوا داك الكاس ديال السكر على نار متوسطه وكنخليوه حتى كيبدا يذوب. تيكون هذا هو الشكل ديالو. كنتاكدوا ان دوك الحبيبات ديال السكر ذابوا مزيان، وغادي نضيفوا ليه ديك المعلقه
ديال الزبده مع التحريك. حتى كتذوب تماما، ونضيفو داك الكاس ديال الحليب وحنا كنحركو غير بشويه بشويه حتى نحصلوا على كراميل اللي كيكون ثقيل على هذا الشكل. ومن بعد كنضيفوا داك نص كاس ديال الماء مع متابعه التحريك حتى غيوصل الخليط ديالنا لمرحله الغليان كيف كتلاحظوا. صافي، وفي هذا الاثناء غادي نضيف هذاك اللوز وغادي نطفيو عليه، ولكن قبل غادي نضيف واحد القطعه ديال الشوكولاته اللي غادي تزيد تغني لي الذوق ديال السنيكرز او لا الطبقه الثانيه. الكيك ديالنا من بعد ما طابت وبردات غادي نسقيوها بالقهوه، وعاد غادي نديرو الطبقه الثانيه من الفوق ونحاولوا نوزعوها بشكل متساوي على الوجه ديال الكيك. نخليوها تبرد وغادي ندوزو مباشره باش نحضروا الكريمه. غادي نحتاجوا ليها 500 مليلتر ديال الكريم و200 غرام ديال الشوكولا، يفضل انها تكون نوعيه جيده. هنايا كيف كتلاحظوا غادي ناخذ كاس صغير ديال الكريمه، غادي نضيفوا الشوكولا وغادي نحطهم في الباماغي حتى غادي تذوب ليا الشوكولا. وهنايا غادي نطرب الكريمه ديالي حتى نحصل على خليط اللي كيكون كريمي. بالنسبه للكريمه راني كنستعمل هولالا، هي اللي كنستعمل دائما، هي اللي معتمده عندي، بنينه وفي نفس الوقت كتكون ناقصه شويه من السكر. بعد ما وجد ليا الشوكولا اللي ذوبت مع الكريمه كنحصلوا عليهم بهذا الشكل، كنضيفوهم لا كريم اللي طربت حتى غنحصلوا على كريمه ديال الشوكولا كتجي بنينه بزاف. نحطوها فوق الطبقه ديال السنيكرز اللي ضروري ما تكون بارده باش ما يتفسدش لينا الكريمه. صافي نقادو الوجه، نحاولوا نوزعوا الكريمه بشكل متساوي ونحاولوا نقادو الوجه ديالها مزيان. صافي، وانا هكا حتى نحصل على وجه ديال لاطارت او لا الحلوى ديالنا اللي كيكون الشكل ديالو. نحاولوا نفنيوه مزيان، نغطيوها بالبلاستيك الغذائي ونخليوها في المجمد اقل حاجه 6 سوايع، من الاحسن تخليوها ليله كامله. وندوز معكم باش نحضروا الكلاصاج ميغوار اللي غادي نحتاجو ليه نص كاس ديال الحليب، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال السكر سنيده، معلقه كبيره او ساشي ديال الكاكاو. غادي نديرو كلشي فوق النار حتى يوصل الخليط لمرحله الغليان، نطفيو عليه ونضيفو 10 القطع ديال الشوكولا. الحلوى ديالنا بعد ما باتت ليله كامله في المجمد، دابا خاصنا نديموليوها. ضروري غادي نحتاجو شي حاجه سخونه، انا استعنت هنايا بالسوشوار، غير كنحاول نسخن داك الاطار باش كيتزول ليا بكل سهوله. الا ما كانش عندكم تقدروا ديروا واحد الفوطه في الماء الساخن وتدوروها واحد 2 دقائق صافي وكيتحيد بكل سهوله. كان هذا هو الشكل ديال لاطارت ديالنا. دابا غادي ندوزو باش نديرو ليها الكلاصاج. كيف كتلاحظوا كنبدا نخويه في الوسط ومن بعد الجوانب. الا برد ليكم الكلاصاج ولا شي حاجه ماشي مشكل، يعني تقدروا تضيفوا ليه شويه ديال الحليب وتعاودوا ديروه في الباماغي كيرجع عادي، كيرجع مزيان. دابا قبل ما نزينوها غادي نحاولوا نرجعوها للثلاجه
واحد 10 ديال الدقائق تقريبا حتى يثبت لينا داك الكلاصاج على الوجه ديال الطورطه ديالنا. وندوزو للتزيين اللي كيبقى اختياري. تقدروا تزينوا بالمواد اللي متوفره عندكم اولا اللي كتعجبكم. انا هنايا استعملت اللوز كونكاسي، زينت به الجوانب ديال الطورطه. اما بالنسبه للوجه يعني حاولت ندير شي حاجه خفيفه. خديت هنايا شوكولاته بيضاء ذوبتها في حمام مائي وحاولت ندير خطوط على هذا الشكل. واخا الجو شويه بارد يعني بالزربه كتقصح، ولكن ماشي مشكل. المهم التزيين كيف قلت لكم ما شاء الله يعني كل شيء النساء ديال المغرب راهما كيتفننوا. التزيين كل واحد كيزين بالذوق ديالو. انا يعني غير الفكره وصافي حاولت نتقاسمها معكم. زينت بهذا الشكل. كنتمنى ان الشكل النهائي يعجبكم. بهكا كنكون وصلت معكم لنهايه وصفه اليوم ونهايه الفيديو. خليتكم على خير والى اللقاء مع فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.